السلام عليكم، إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ شايفين بقى النهارده جايين بقى بالتورتاية الشوكولاتة، أنا كنت قُلت لكم في فيديو التورتة اللي فاتت هنعمل المرة بعد شوية هانزّل لكم الشوكولاتة، شايفين بقى شكلها بجد طعمها خطير وحلوة جدًا وبسيطة وسهلة نعملها في البيت، تكلفة بسيطة جدًا عن برّه، الحاجات بقت غالية جدًا وفعلًا الواحد يعمل الحاجة في بيته. تعالوا بقى نخش على طول على الفيديو، معايا نُص كيلو من الإسبونج الشوكولاتة من عند مستلزمات الحلواني، هانزل عليهم ب5 من البيض أو 4 زي ما أنتِ حابة، تمام، بس أنا حاطة هنا 5 بيضات، وهابدأ أنزل ب3 أكياس أو 4 أكياس من الفانيليا، تمام، بانزل ب4 أكياس من الفانيليا، وهانزل بكيس من المُحسِّن الجل، وكمان هانزل بكوباية مَيّة متلجة ساقعة، شايفين كلّه على بعضه، وغطا من الخل أو معلقة كبيرة من الخل عفوًا، وبعد كده أبدأ أخفق بالمضرب الكهربائي. شايفين؟ زي ما أنتم شايفين معايا كده لمّا يوصل معايا للقوام الكريمي الخطير اللي أنتم شُفتوه. وهنا بقى هابدأ أحُط ورقة الزبدة في الصينية مقاس 30 زي ما قُلت لكم، وبعد كده دخّلتها الفرن لمّا استوت واختبرتها بخلة الشيش وطلّعتها، عملتها قبلها بيوم. هنا بقى عملت الموس الشوكولاتة، عملت الموس الشوكولاتة ربع كيلو من موس الشوكولاتة وعليه كوباية أو كوباية وربع على حسب النوع اللي أنتِ هتجيبي من عنده، هتشوفي هياخد مَيّة قد إيه، تمام، وخلاص كده وأخفقتهم وسِبتهم على جنب. هنا بقى عندنا الكيكاية بتاعتي قسمتها برضه على 2 حابة إن أنتِ تعمليها 3 هتعمليها بقى في صينية مقاس 28 علشان تبقى صغيرة معاكِ أو مقاس 26 عشان تبقى عالية، تمام، معايا هنا بقى ال7 بتاعي هابدأ أسقي الكيكة بتاعتي بال7 هاسقي الكيكاية كلّها، دي أول طبقة معايا هابدأ إن أنا أسقيها كده بعد ما خلّصت وسقيتها بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي، هابدأ بقى أحط موس الشوكولاتة معايا، طبعًا موس الشوكولاتة أرخص من الكريم شانتيه، حابة الطعم تاخديه بقى فعلًا حلو أوي، بتجيبي الكريم شانتيه وتحطي عليه الكاكاو والسكر البودرة، بس الكريم شانتيه دلوقتي غالي جدًا غير الموس الشوكولاتة، فطبعًا إحنا بنعمل الحاجة يعني الموفّرة لينا والحاجة اللي تبسطنا وتبسط ولادنا في يوم زي ده. تمام، شايفين طبعًا أنا هنا لازم جنبيّا بولة كبيرة فيها مَيّة سخنة، باحط الإسباتشيلا بتاعتي فيها علشان تبقى سخنة، عشان تسهّل معايا فرد الموس ويطلع ناعم زي ما أنتم شايفين. حطيت هنا شوكولاتة شيبس أو بقى مش عايزة تحطّي حاجة ما تحطّيش، أنا كان عندي حاجات بصراحة ما اشتريتش كل حاجة. حطيت تاني طبقة وبرضه سقيتها بال7 وبابدأ بقى إيه، هاحط الطبقة الخارجية من الموس في الجناب وعلى الوش علشان نبدأ تزيين التورتاية بتاعتنا خلاص بقى نفنِّش فيها. شايفين؟ هنا بقى طبعًا يعني الواحد بيحُط طبقات خفيفة كده عشان الحاجة غالية، فبابدأ أساوي وبابدأ إن أنا كل شوية أنزل في المَيّة المغلية، طبعًا أنا هاورّيكم الخطوات دي في الفيديو بتاعة التورتة الفانيليا، بانزل في المَيّة السخنة وأبدأ أمسح بالمنديل أو الفوطة لحد ما أبدأ أساوي الوش بتاعي. طبعًا إحنا دلوقتي هنحُط عليها زي ما أنتم شُفتوا في أول الفيديو هنحط عليها شوية جناش شوكولاتة عملتهم، وقبل كده عملت لكم الجناش الشوكولاتة، هنا باوريكم إزاي نبشر الشوكولاتة تبقى تخينة مش رفيعة، بنجيب أي حاجة أو اللي هي ضهر السكينة ونبشر الشوكولاتة بالمنظر ده، أنا هنا بشرت شوية عريضة شوكولاتة عريضة بشرت شوية بالمبشرة العادية للجناب. جِبت بقى الجناش بتاعي أهو، كان بِرِد معايا شوية، فهابدأ إن أنا أبقى أفرده بالspatula بتاعتي وأساويه على الوش. أنا مش عاملة كمية كبيرة، شايفين المَيّة المغلية أهي جِبتها لكم برضه في الكاميرا، وأبدأ إن أنا أساوي بقى الجناش بتاعي، المفروض كنت أحطه قبلها بس إحنا عشان في الشتا فهو يعني جِمِد بسرعة، تمام، الشوكولاتة بقى اللي أنا بشرتها بالمبشرة دي هاحطها على الجناب. تمام، أنا هنا الجناش حابة نزلوا على الحرف طبعًا، لكن أنا مش عاملة كمية كبيرة، أنا عاملة حبة صغيرين، وطبعًا أنا عاملاها في الفيديوهات اللي هي القصيرة، كنت عاملة لكم فيديو للجناش، لو عايزينه قولوا لي هانزّله لكم تاني، تمام، هنا بقى خلاص باحط الشوكولاتة المبشورة على الجناب، باداري الجناب بتاعتي بالشوكولاتة المبشورة اللي هي بالمبشرة تمام، وبابدأ أحُط بقى إيه، الوش من فوق، أساوي شكل التورتاية بالشوكولاتة من فوق، عشان طبعًا لمّا بنساوي من الجنب بتلاقي حتت بقى فوق عالية، فيها حتت واطية ما فيهاش، فبابدأ أضبّط بقى الحاجة بعينيكِ زي ما أنتِ شايفاها كده.
معايا بقى شوية طبعًا اتبقوا من الموس الشوكولاتة، هنبدأ بقى نعمل إيه، روزيتات بقى بس سِبت الجناش كمان نشف شوية قبل ما أعمل روزيتات بالموس. عندِك بقى أي حاجة حُطّيها، أنا كان عندي شوية بندق متبقيين من رمضان بصراحة رُحت حاطّاهم، عندي شوية جناش اتبقوا رُحت حاطّاهم في كيس حلواني، ورُحت عاملة 2 كده عشان أحُط البسكوت ده جايبينه كده للأولاد بياكلوا في البيت عادي حاجة حلوة، خدت منه 2 وحطّيته، والشوكولاتة المبشورة بقى عريضة عشان أزيّن بيها نُص التورتاية من فوق، سِبت نُص تاني عشان أكتب فيه عيد ميلاد سعيد، تمام، حابة بقى التزيين ده ذوقِك، ابدعي وابتكري، طلّعي كل الجمال اللي جواكِ في الحاجة وأنتِ بتعمليها في البيت، شايفين بقى؟ طبعًا هو كان وجع دماغي قبلها بكذا يوم، واعملي لي وعيد ميلادي، وكان حاجة يعني. أتمنى الفيديو النهارده كده يكون عجبكم، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم، ولو الفيديو عجبكم اعملوا له شير عشان يوصل لأكبر عدد، أسيبكم وأقول لكم مع السلامة.